يعتبر المغرب من الدول الرائدة عالميا في مجال الطاقات البديلة، وذلك بفضل سياسته الطموحة في المجال التي تروم تقليص تبعيته الطاقية للخارج ومواكبة مسلسل بناء اقتصاد أخضر، مستفيدا في ذلك من الشمس المشرقة على امتداد العام بالجنوب وسرعة الرياح بالشمال، مما جعله يتطلع إلى تحقيق 42% من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2020 من خلال إطلاق مشاريع طاقية ضخمة، وأهمها مشروع نور بمدينة ورزازات. مشروع المندمج نور الذي يطمح إلى توفير أكثر من 14% من حاجيات المغرب من الكهرباء في أفق 2020، على أن يساهم في الرفع من حصة الطاقات المتجددة إن شاء الله إلى 52% في 2030. أهمية هذه المحطة الأولى التي تعتبر للتذكير أكبر محطة في العالم في التكنولوجيا المختارة لها، تكنولوجيا المرايا المركزة التي ستوفر طاقة 160 ميجاوات بتخزين يقارب 3 ساعات، ستساهم مساهمة فعلية في تغذية الشبكة الوطنية للكهرباء وتلبي حاجيات منزلية وإنتاجية لما يقارب 600 ألف مواطن. المشاريع الطاقية الضخمة التي انخرط فيها المغرب تأتي كذلك لسد الخصاص الكبير الذي يعرفه المغرب في المجال الطاقي، خاصة وأنه يعتبر أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توريد أكثر من 97% من احتياجاته الطاقية. ما سيقع بعد ذلك من خلال هذه المعطيات هو عمل منطقي أن تقوم به الدولة المغربية أيا كانت طبيعة الحكومة اللي موجودة في المكان المغربي. أنت عندك تبعية للخارج، كيفاش يمكن لك تخرج من هذه التبعية هذه؟ عندما ننظر نجد أن المملكة المغربية عندها إمكانيات جيدة في المجال ديال الطاقات المتجددة، وأساسا في مجالي الريح والشمس. وتقدم الاستثمارات الجادة التي يقوم بها المغرب في مجال الطاقة الخضراء كنموذج يحتذى به على المستوى الدولي، لقي تنويها كبيرا مؤخرا خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، خاصة وأن محطة الطاقة الشمسية لورزازات لوحدها من المنتظر أن تخفض ما مقداره 700 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا، هذا علاوة على إسهاماته في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وصادراتها.